Un equipo que trabaja mucho y estamos. تصريح خطير من لاعب الاتحاد السعودي كريم بنزيما في أول ظهور بعد إنقاذ عبد الرزاق حمد الله الاتحاد من الهزيمة ويقوده إلى التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا وينتصر لحمد الله. لن تصدق ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت محب وداعم لحمد الله فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. أنقذ المغربي عبد الرزاق حمد الله الاتحاد من الهزيمة بعد أن سجل كريم بنزيما هدف ضد مرمى قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول، ولكن الأسد المغربي يعدل النتيجة ويثبت لنا في كل مباراة بأنه الحل الأول للاتحاد وليس المشكل. فقد دخل على الخط اللاعب الفرنسي كريم بنزيما وأدلى بتصريحات بعد نهاية هذه المباراة وقال: لقد أعجبني اليوم عبد الرزاق حمد الله بعد تسجيله لهدف التعادل بعدما اقترفت خطأ وسجلت ضد مرمى فريقي. فهذا ليس بغريب على حمد الله، فدائما ينقذ الفريق من المشاكل. فأنا أعتبر حمد الله أفضل لاعب في صفوف الاتحاد، فلديه تجارب عديدة في الدوري السعودي وكذلك في دوري أبطال آسيا. فأنا ممتن لهذا اللاعب المغربي الذي تألق وأبدع في هذه المباراة، وأدعو الجامعة المغربية لكرة القدم من أجل المناداة على حمد الله للمنتخب المغربي. فالكل شاهد مدى تأثر المنتخب المغربي في كأس أفريقيا بغياب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.